عمرك حسيت انك مشتت مش عارف تركز؟ يمكن الحل ان انت تختفي. تختفي، بس مش كده، ما كانش ده قصدي اصلا. مش فاهم؟ طب تعالى اقول لك ازاي. انا هنا مش قصدي انك تلبس طاقية الاخفاء وتطلع تجري ورا الناس في الشارع، لا، انا هنا قصدي بسيط جدا. بكل بساطه يا صديقي، انا قصدي ان انت تقفل ده، او بمعنى اصح تقفل السوشيال ميديا. ليه اعمل كده؟ ما انا زي الفل وسهران بتفرج على ريلزات وبضحك ومطري دماغي. ما هي بقى المصيبه ان انت مطري دماغك. هقول لك ليه. انك قاعد طول الليل بتتفرج على ريلزات، فيديو يجيب فيديو يجيب فيديو، لدرجه ان انت حتى مبقتش عارف تشوف فيديو 10 دقايق على بعض. حتى المراجعه بتاعت الامتحانات انت مش قادر عشان كده تعالى اديك 5 اسباب يخلوك تختفي. واحد، هتحس بصفاء ذهني رهيب. تخيل معايا، ودي حياتك اليوميه اصلا، ان انت بتصحى من النوم، تحط الايربودز في ودنك، اول حاجه بتعملها بتشوف النوتيفيكيشن اللي جاتلك وانت نايم. تخيل معايا بقى انك صحيت من النوم ما عملتش اي حاجه من دي. يعني ما صحيتش، فضلت تقلب في السوشيال ميديا تشوف مين اتطلق ومين اتجوز ومشاكل دي، ويوم كامل من الصداع حرفيا. فلما تفصل وتصحى من النوم وتقعد وصمت بعيد عن زحمه العالم ده كله، ده قمه الصفاء الذهني. بجد هيفرق معاك الموضوع قوي لو انت شخص بتصدع من اقل حاجه زيي. فساعتها قابلني لو صدعت، لان ولا اشعه التليفون في وشك، ولا بتسمع اغاني، ولا قاعد عمال تسمع في ريلزات. تاني حاجه هتفرق لك جدا وهي التحكم في الوقت. فاكرين فيديو ليه بنسوف اللي كنا عاملينه؟ مش فاكره صح؟ طيب اللينك بتاعه هسيبهولك في الاي هنا، وهسيبه في اول كومنت. اتكلمنا فيه عن الموضوع ده باستفاضه شويه، لان ده كان موضوع الحلقه. بس عموما لما تبطل تهتم بحياه غيرك وحياه الناس، تبتدي تركز مع نفسك، هتكتشف ان الوقت ما بيجريش. بجد الوقت ما بيجريش، انت بس كنت بتضيعه في حاجات، فتلاقي دقيقة بتجر دقيقة، ساعة بتجر ساعة، تلاقي اليوم خلص. انما انت عندك وقت طويل جدا انت اللي مش قادر تغتنمه، لانك مضيعه من انك تخش تيك توك، تخرج على انستجرام، تدخل على تويتر، ومش هتلاقي وقت للحاجات المهمة الصحية المفروض انك تعملها. هتلاقي نفسك ولا قادر تقرا كتب زي الاول، ما عادش عندك اصلا تركيز انك تقرا كتاب. هتلاقي نومك بقى سيء جدا. هتكتشف ان انت دفعت اشتراك الجيم ونزلته مره واحده او مرتين بالكتير. فلما تقفل السوشيال ميديا هتركز اكتر على نفسك وعلى الحاجات المهمه، زي الكورس الانجليش اللي انت مأجله بقالك سنتين 3. هتركز اكتر في علاقاتك الواقعيه. جماعه، ما خدتوش بالكم ان بقالنا كام سنه بدل ما حد مثلا بيروح يعمل عزا، وده اغلب الناس بقت تعمله، فيستثقل المشوار فيبعت مسج فيها البقاء لله؟ بطلنا نروح نحتفل باعياد ميلاد بعض، وبقينا نبعت صورة او هابي مسج. بطلنا نعمل حتى الواجب، بطلنا نبذل مجهود عشان نكون علاقات صحيه. ده حتى الهابي مسج ما استبعدش ان يكون شات جي بي تي هو اللي كان. ده انت ممكن تكون خاطب، وفي وسط الزحمه دي كلها تكتشف اصلا ان انت ما تعرفش الشخص اللي انت داخل معاه في علاقه، او ان انتوا هتتجوزوا، بسبب ان علاقتكم اغلبها بتكون على السوشيال ميديا، عباره عن مسجات، عباره عن مكالمات، فما بتكونوش عارفين بعض كويس، او عارفين تتعاملوا مع بعض في الحقيقه ومع طباع بعض المختلفه، لان كل واحد جاي من بيته ومن اسره مختلفه. لدرجه ان انا اعرف ناس قوت الفاتحه في فيديو كول. 4. هتبطل فوبيا انك تخاف ان يفوتك. هتبطل تحس ان انت في سباق، وان ده احسن منك، وفلان اتجوز قبلي، وفلان عنده عربيه معرفش هو عنده كام سنه. هتبطل تحس الاحساس ده، لانك اوريدي مش هتبقى مشغول بالناس دي، مش هتبقى مشغول باللي بره، انت هتبقى مشغول باللي جوه. هيتشال من عليك كميه ضغط ذهني فظيع. 5. احنا بقى عندنا مشكله ان احنا بقينا ندمن التقدير الخارجي. يعني بقينا نستنى حد يدخل يقولك انت شكلك حلو النهارده، انت يكتب لك كومنت يقول لك الاوتفيت ده جميل. بقينا نستنى التقدير من بره، ومن كومنتات ولايكات وحاجات ليس لها اي قيمه وليس لها اي معنى، رغم ان اصلا التقدير ده بيكون نابع من هنا، نابع من جوه. بس احنا بطلنا نسمع جوه، بطلنا نركز مع جوه، بطلنا نركز ان قيمتنا نابعه مننا احنا مش من عيون الناس. طيب اختفي ازاي؟ رقم 1، احذف كل الابلكيشنز اللي عندك. انت اصلا لما تحذفهم هتكسل ان انت تنزلهم تاني، او اصلا مش هيكون عندك نت تنزلهم تاني. لو مثلا في ابلكيشن بتذاكر عليه زي يوتيوب، عليه المراجعات او حاجه، خليه الابلكيشن ده الوحيد اللي خليه عندك عادي، وهتتفاجئ بكميه وقت وفراغ انت مش متخيله. 2، سجلوا خروج من كل الابلكيشن، عشان حتى في حاله ان انتوا مسحتوها ونزلتوها تاني، هتيجي تفتح الابلكيشن هتلاقيه بيطلب منك الباسورد واليوزر نيم. انت شخصيا هتكسل، وغير انك هتكسل في اللحظه اللي انت هتقرر فيها انك تفتح الاكونت تاني، الموضوع ده هياخد وقت معاك. فانت هتفتكر ساعتها الهدف الاساسي من اللي انت بتعمله. اصل احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشانك انت.
يعني انت بتعمل كل ده لاجل ان انت تطلع منك نسخه افضل. ثالث حل انك تفعل وضع التركيز. ايه وضع التركيز ده؟ الوضع ده انا اتكلمت فيه في فيديو قبل كده، اللي هو الفيديو بتاع التسويف. الفيديو ده مهم جدا، هيفرق لك، لان هو برضه بيتكلم في نفس الكونسيبت. كنت اتكلمت عن طريقه تفعيل وضع التركيز من اي تليفون، ان انت بتدخل على الاعدادات. انا هسيب لكم الطريقه هنا برضك. بتختار وضع التركيز اللي هي في الصفحه بتاعت الرقابه الابويه، وبتفعله عن طريق ان انت بتحط الابلكيشن اللي انت عايز انك ما تركزش معاها وما تقدرش تفتحها لمده معينه، ساعتين 3 4 ايام عادي، وبتروح مفعل الوضع ده، وساعتها بيديك انذار كل ما تيجي تفتح الابلكيشن انت عايز تفتحه بجد ولا لا. كانت الوضعيه دي مهمه جدا للناس اللي عايزه تذاكر. لو انت بقى حد او انت حد عندكم اراده شويه عن كل الامثال اللي فاتت دي، فممكن نعمل فايل صغير كده في الفون نحط فيه الابلكيشن دي، نكتب عليه فايل تضييع الوقت. ساعتها ما اعتقدش ان حد هيلاقي فايل بالاسم ده ويفكر يفتحه اصلا. لو انا انفلونسر، طيب اعمل ايه؟ قدامك حلين. الحل الاول انك هتنزلي ستوري تقولي يا جماعه انا محتاجه اخد وقت شويه لنفسي، وتبعدي ساعتها عن السوشيال ميديا. الحل الثاني في حاله لو انت شغلك هيتاثر بالموضوع ده، هقوله لك في اخر الفيديو، حل مهم جدا. طيب انا عملت كده، انا استفدت ايه؟ واحد، هيكون عندك وقت الكورس اللي كنت مأجله، التدريب الصيفي اللي انت كنت عايز تنزل، الكتب اللي ما يكون عرفها لحد ما تقربي، الزيارات اللي متأجله، والجيم اللي نزلناه اسبوع بس. وقت الحاجات دي وقت انك تهتمي باكلك وشعرك وبشرتك وجسمك وعلاقتك بربنا وعلاقتك بصحابك ونفسيتك. كل الحاجات اللي انت قصرتي فيها بسبب انشغالك وتضييع وقتك في حاجات ملهاش اي قيمه. مين فينا ما قصرش في الحاجات دي الفتره اللي فاتت؟ 2، هترجعي تستمدي ثقتك في نفسك من جوه منك انت. لما تبتدي تهتمي بنفسك وتبتدي تاخدي وقت اكتر مع نفسك، هتبتدي تكتشفي ان انت ما كنتيش محتاجه شويه اللايكات دول عشان تعرفي ان انت شكلك. 3، هنرجع نركز في علاقاتنا ونرتب اولوياتنا ونكتشف فعلا اذا كانوا هم دول الناس اللي احنا عايزين نكمل معاهم باقي حياتنا، ولا احنا بس كنا مشغولين وما عندناش وقت حتى نفكر. وساعتها هيكون انت اللي بتتحكمي في نفسك وفي وقتك وحياتك، مش الفون هو اللي بيتحكم فيكي، مش مجرد حته حديده هي اللي بتتحكم. طيب نيجي للنقطه اللي اتكلمنا عنها. لو انا انفلونسر اختفي ازاي؟ بكل بساطه هتيجي الشيء ده موجود في فيسبوك، في يوتيوب، في انستجرام، في كل الابلكيشنز عادي جدا، ان انت بتصوري فيديو اوريدي، ممكن تكوني مصوره من قبلها مجموعه فيديوهات وتظبطي تايمر. مثلا الفيديو ده هينزل يوم 23، الفيديو ده ينزل يوم 26، بحيث ان الفيديوهات تفضل نازله والتفاعل يفضل شغال، ولكن انت عادي واخده فتره البريك بتاعتك وما بتفتحيش نهائي. وممكن تكون على فكره الفتره دي هي الفتره اللي هتكتشفي فيها انت عايزه تغيري الكونتنت بتاعك او عايزه تكملي في ايه بالظبط، وساعتها تبتدي ان انت يكون عندك مساحه تصوري فيديوهات اكتر وتكتشفي شغفك في حاجات تانية اكتر. او حتى ممكن ان انت لو ما عندكيش الاوبشن ارفعيهم بنفسك ورجعي اقفلي تاني عادي جدا ولا كان حصل حاجه. واخيرا عايزه اقول شيء مهم جدا، لو انت مضطر تفتح سوشيال ميديا فافتحها وبص على الفون عندك انت بتقعد كام ساعه، وبص انه حاول على قد ما تقدر لو هتشوف فيديوهات، شوف فيديوهات تكون طويله يكون لها قيمه هاديه زي البودكاست، تشوف فيديوهات تنميه بشريه، تنميه نفسيه، تشوف فيديوهات تطور منك انت، مش تفضل تشوف ريلزات وحياه الناس اللي ملهاش اي لازمه، لان الريلزات اصلا هتضعف لك الذاكره وهتضعف لك التركيز اللي هو اصلا بايظ خلقه، لانك بتشوف فيديو 15 ثانيه، الدوبامين بتاع المخ بيعلى في ال 15 ثانيه وبعدين بينزل بيعوز دوبامين تاني، فانت مش هتقدر بعد كده ولا تشوف فيديو المراجعه 3 ساعات، ولا هتقدر بعدها تشوف فيديو مهم انت كنت مستنيه، ولا تتعلم حتى الكورس اللي كان نفسك. والفتره دي لما السوشيال ميديا تبتدي تسكت، صوتك انت هيكون اعلى وواضح اكتر بالنسبه لك. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا معانا الفيديوهات الجديده، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات القديمه اللي من ضمنها ليه بنسوف. مش قادر ممكن في وسط الفتره دي لو انتوا حابين تسمعوا روايات اسجل روايات بصوتي، خشوا شوفوها، ولو عجبكم الجزء الاول ما تنسوش تقولوا لي ننزل الجزء الثاني، وتقولوا لي نفسكم تسمعوا روايات ايه تاني. ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك انستجرام وتيك توك. وبس.